ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. غايبه عنكم بقالي كتير قوي، بس انا كنت تعبانه جدا والله، واخده دور برد صعب قوي. تعالوا بقى نعمل النهارده فطار، ونقضي اليوم كده مع بعض، نعمل فطار حلو. تعالوا معايا. تعالوا بقى الاول هنشوح اللحمه كده. بصوا، كل واحد وطريقته في الاكل يا بنات. انا بحب اشوح اللحمه قبل ما اسلقها. في ناس بتحطها كده، كل واحد حر. انا ما بحبش اكتر الاكل في رمضان بالذات، عشان يعطي احنا صايمين، فاحنا ما بناكلش كتير، واحنا نفرين يعني، فبحب اعمل كميات قليله قوي عشان تخلص اول باول. فاهميني؟ انا حطيت كده السمنه، وهشوح اللحمه تاخد تشويحه بس حلوه كده مع السمنه، نوطي عليها وسيبها تاخد تشويحه مع اللحمه. تمام. تعالوا بقى نعمل الخضار. ادوني افكار كده للفطار يا بنات، الواحد زهق من الطبيخ والرقاق والمحشي والكلام ده. ادوني افكار كده سهله وبسيطه. نعمل كده الخضار. مين جاله برد بقى في رمضان؟ رمضان اول مره يجيلي بالبرد ده كده، بس انا جالي برد صعب قوي يعني، يعتبر نيمني على السرير، ما خلانيش قادره اتحرك واخد العلاج وانام. اصحى ببقى صايمه طبعا، اصحى اصلي واقرا قران وكده، افطر انام. العلاج بينيمني بطريقه وحشه. النهارده بقى فوق، قلت بقى ان انتوا وحشتوني، وقلت اعمل معاكم فطار النهارده. وقولوا لي في الكومنتات انتوا بتعملوا فطار ايه النهارده، وقولوا لي افكار فطار، عشان الواحد زهق من اول رمضان واحنا عمالين ناكل في حاجات تقيله. الواحد عايز يعمل حاجات بسيطه كده، المعده خلاص. نعم، انت كل ده مش بتصور؟ بيصور. بصوا، انا كنت قبل رمضان كنت مفرزه فاصوليا. كنت مفرزه فاصوليا وبسله. هبقى انزل لكم الفيديو ده. بس انا كنت الفتره اللي فاتت تعبانه، مش قادره انزل ولا اعمل اي شيء. هننزل بالبصل كده. بصوا، كل واحد وطريقته، بس انا بقول لكم الطريقه دي بتاعت الخضار واللحمه وكل حاجات حلوه، بتدي معاكي نتيجه حلوه. خليكم معايا تستفادوا جدا والله. احنا كده هنحط لنا البصل ياخد تشويحه يصفر. تمام. هنبتدي نشوح كده البصل تشويحه لحد ما يصفر. نبص على اللحمه. هنقلبها كده تاخد تشويحه عشان تعملي شوربه حلوه. عايزه الشوربه تطلع منك ناجحه وحلوه، لازم اللحمه تتشوح، وما تحطيش معاها البصله وهي بتتشوح. ليه بقى؟ لو انت حطيتي البصله وهي بتتشوح هتخلي الشوربه معاكي طعمها بصل زياده. البصل بينزل العصاره بتاعته في التشويح، فبيخلي طعم الشوربه بصل شويه. احنا هنشوحها وبعد كده هننزل بالبصل. خليكم معايا وانا هوريكم طريقتي، وقولوا لي هتعملوا فطار ايه النهارده.
احنا هنعمل النهارده لحمه وفاصوليا ورز بشعريه، اكل بسيط وسهل. وتعودوا كده تعملوا كميات بسيطه في رمضان، مش اوفر، عشان حرام الاكل بيفضل ومحدش بياكل. الواحد بيبقى صايم مبيبقاش ليه نفس للاكل اصلا، يعني ياكل الحاجات بكميات بسيطه ويقوم، فحرام من الاكل ده. يا اما بقى نطلعه لله، يعني حد محتاج، حد كده كده ياكله. بصوا صوتي عاملين ازاي. عامل ازاي يا جماعه؟ ادعولي اخف بقى، عشان انا خلاص تعبت من الادويه اللي باخدها، نفسي اخف بقى بجد، مش قادره يعني. احنا كده حطينا البصله، هنسيبها تاخد لون، نقلب كده في البصله، ايدينا فيها برضه عشان ما تتحرقش. ايه رايكم اعمل معاكم روتين كل يوم نعمل فطار مع بعض؟ ايه رايكم؟ لو عجبتكم الفكره قولوا لي في الكومنتات، نعمل الفطار كل يوم مع بعض، واقول لكم فطرتوا ايه وانتوا تقولوا لي عملنا فطار ايه، وناخد افكار من بعض. بصوا اللحمه كده اتشوحت، برضه هنسيبها حبه حلوين تاني. بصوا اللحمه دي ايه، بتبتدي تاخد لون، هنبتدي بقى احنا برضه نسيبها حبه تاني تنزل العصاره بتاعتها وتنزل الحاجات دي كلها، عشان تبقى الشوربه طعمها حلو. ادي البصله، اقرب لكم شويه اهو. كده البصله خدت لون، هننزل عليها ب3 فصوص ثوم اهو. طريقه سهله وبسيطه ومش محتاجه وقت كبير اهو. كده البصله والثوم اخدوا لون تمام. هننزل عليها بالبسله، قصدي الفاصوليا اهو، تاخد تشويحه مع الثوم والبصله. لازم تاخد تشويحه اهو. نبص على اللحمه تمام، هي كده بقت تمام قوي قوي قوي. بصوا كده خدت لون حلو جدا. في الحاله دي بقى هننزل بالبصل والميه السخنه. ما تحطيش على اللحمه ميه بارده من الحنفيه على طول، تاخد معاكي وقت كبير عشان تستوي، وهتعمل ريق كتير قوي 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 على الوش، فاهماني؟ هنحط بقى ايه حبه فلفل اسمر اهو، ونسيبها بقى تستوي. ما بحطش الملح دلوقتي لان بتاخد وقت كبير قوي قوي، لما بحط لها الملح بتاخد وقت كبير قوي عشان تستوي، فانا ما بفضلش يعني ان انا احط الملح دلوقتي. بصوا بقى هنعمل حاجه حلوه قوي كده. خلاص هنلاقي دي هنا ونحط دي هنا، تستوي بقى ايه مع نفسها. نبتدي نقلب الفاصوليا كده اهو، تاخد تشويحه حلوه بس ما تتحرقش، يعني انتوا بايه النار بتاعتك وسط
كده تمام قوي قوي قوي. بصوا شكلها، اجيبها لكم من قريب برضو اهو. بصوا كل حاجه تجانست مع بعض. نعمل ايه بقى؟ هننزل بالطماطم بتاعتنا اهو. سيبها بقى ايه تستوي. لما الطماطم تتسبك كده شويه تتقل معانا، هننزل عليها بحبه شوربه. تعالي بقى انتي ايه ظبطي ملحك، حط ملح ونحط حبه فلفل اسمر. بصوا يا بنات، انا من نوع ما بحبش ازود توابل في الخضار لا، انا بحب الحاجه تبقى بسيطه وطعمها هادي، طعم الخضار باين يعني. ما بحبش احط توابل زياده. ما بحبش احط في ناس بتحط نعناع، في ناس بتحط مش عارفه توابل ايه. انا ما بحبش كده، انا احب الحاجه زي ما هي، زي ما الواحد اتربى عليها، هي الحاجه طعمها موجود. يعني انا ما بحبش احط عليها توابل كتير كده، طعم الحاجه الاساسي يروح. فاهميني؟ مين زيي كده؟ خلاص انا هسيبها تستوي. تعالوا بقى ايه نعمل الرز اهو. ننقل بقى دي هناك على النار هناك، سيبها تستوي على نفسها. نبتدي نعمل الرز. كلنا طبعا عارفين بنعمل الرز ازاي. نحط حته سمنه ونحط حبه زيت مع السمنه. نغسل بقى الرز العادي خالص. نغسل كده بالشعريه. مامي حمر بقى الشعريه. انا بحب الرز بالشعريه بصراحه. انت بقى بتحبي رز ابيض حطي، بتحبي رز بشعريه برضه عادي اللي يريحك يعني. انا حبيت اشارككم الفطار بتاعي النهارده. نبص على الرز بس. نغسل الرز، غسلنا الرز اهو، نغطيها نغطي عليها. نستنى بقى الشعريه تاخد لون كده حلو. اهو رمضان بيجري مننا، كل سنه وانتم طيبين. الواحد زعلان ان رمضان هيخلص والله، ايام كلها حلوه وجميله. كده الشعريه خدت معايا لون. ننزل بالرز. بحب اشوح الرز شويه، عايزه الرز يبقى معاكي حلو وما يبقاش معجن ومفلفل. تشوحيه شويه، تخليه يتشوح شويه كده على النار. ده الكلام للبنات المبتدئين يعني. هننزل بقى بالميه
مقدار الميه بتاعنا العادي. بس خلص الفطار. نحط بقى الملح. انجزنا ولا ما انجزناش؟ على فكره انا بشوف الخضار والحاجات دي سهله جدا، يعني مفيش اسهل منها. بصوا بقى كده، ادي الرز، ادي اللحمه بتغلي عشان تستوي، وادي الفاصوليا اهو حطينا عليها. بس خلاص كده احنا خلصنا. تعالوا بقى معايا نغسل المواعين. انا بحب اطلع من المطبخ، والمواعين كلها مغسوله. ما بحبش اسيب المواعين في الحوض مش مغسوله كده كده، لا احب اغسل كل حاجه اول باول. انا ما عنديش مواعين كتير، حبه دول بس كده نغسلهم مع بعض عشان يبقى المطبخ نظيف، واحد يعرف يصلي ويقرا القران. يعني مش هنقضي اليوم كله في المطبخ عشان نعرف نقرا القران ونسيب وقت لنفسنا، نعرف نصلي نقرا قران. بتتابعوا ايه في المسلسلات؟ قولولي. انا بتابع موناليزا، مسلسل غريب ومستفز في نفس الوقت، بس حلو يعني ايه، حاجه تخلي الواحد عايز يتفرج يعني. قولولي في الكومنتات انتوا بتتابعوا انهي مسلسلات.